اللهم ارزقنا خير رمضان وبركته، وأخرجنا منه أوابين توابين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا واجبر كسرنا وارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم انظر لنا نظرة رضا وعفو واعف عنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى يا ولاد، انا خلاص جهزت الفطار وسبته في مرحله السوا. قلت بقى لآية يا بنتي وشاهد خدوا بالكم منه، وحضروا انتوا بقى الفطار جهزوه، فرغوا الاكل يعني. قلت انزل انا بقى اشوف شغل بقى اللي هو طبعا دلوقتي حطيت اكل للجاموسه وسبتها تتعشى. هي هنا شويه لبن همت عايزين يتجبنوا. انا كنت مولعه الفرن وانا فوق وحطيتهم فيه. لازم اللبن بعد ما يروب معاكي وياخد كده في الروبان تحطيه في الفرن شويه، بيخلي الجبنه طعمها احلى وتبقى متماسكه معاكي كده وحلو، وما ينزلش لبن في الشرش. انا جبت طبق كده وحطيته عليه. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي جبنه ترقيد يا جماعه، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم كده قشطه. انت ما بتسحكي يعني، ليه بتحطي ايدك فيها كده بالراحه، بتفرديها بس بالراحه كده، تفردها بس في الحصيره كده عشان تبقى السمك بتاعها معاكي متساوي. تقفلي عليها كده وتسيبها تصفي ميتها على بال ما انا اخلص شغلي. هلم تحت الجاموسه عزكم الله، يعني هشيل الوحله من تحتها واجيب لها شويه ميه تشرب علشان اقعد احلبها. طبعا في رمضان بحلبها قبل الفطار، يعني دلوقتي حوالي الساعه 4:30 تقريبا او 5 الا ربع كده، فانا بحلبها في التوقيت ده علشان برضك عندي الولاد ربنا يبارك لي فيهم ويحميهم يا رب ويحفظهم لي، ما بيرضوش يفطروا لما بكون انا موجوده، ولو اتاخرت تحت بيفضلوا من غير فطار. وكمان يعني لو ناقص حاجه في الفطار ولا كده، ولو عازمين حد ولا حاجه، فلازم انا اعودها من اول رمضان ان انا انزل لها بدري شويه علشان خاطر تحلب معايا. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ولا من كلامكم اللي زي القمر زيكم. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خواطركم ويرضيكم ويرضى عنكم. اللهم امين يا رب العالمين. هروح اجيب شجره علف للفراخ واجي على بال ما هي تصفي الميه بتاعتها. يلا بينا. قصير شويه، فبقيت بقى بعدل من التوقيتات اللي انا بنزل لها فيها عشان احلبها. واخدين بالكم التوقيتات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. استهدي بالله. خدي كده اهي، خدي غالي. بسم الله. دايما ذكر الله يفتح لك كل الابواب المقفوله ويهدلك العاصي. ربنا يا رب يهدينا ويهديكم العاصي. قولوا امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يسعد قلوبكم ويكبر خاطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. صلي بينا على النبي كده في الكومنتات، وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم في فلسطين وسوريا والسودان. ربنا يا رب ينصرهم وينصر الامه الاسلاميه في كل بقاع الارض. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين.
طبعا احنا يعني المطلوب مننا اليومين دول ان احنا نكثف الدعاء لاخواتنا علشان خاطر ايه ربنا يفرجها عليهم ويفك عنهم الكرب العظيم اللي هم فيه، ويكون معاهم كده وربنا يرضيهم يا رب ويلطف بيهم، اللهم امين. النهارده بقى يا حبايبي عندنا روتين قوي كده، يعني شويه عند الفراخ وشويه مع الجاموسه وشويه بقى ايه عندنا الزلعه بتاعتنا كده. كنت عايزه، جات لي فكره كده وقامت في دماغي ان انا اعملها. طبعا انا جبت شطه من السوق وعملتها معاكم من قيمه فيديوهين كده، ونشفتها في الشمس، حطيتها يومين 2 في الشمس تدبل علشان خاطر ما يبقاش فيها ميه. حتى لو انا دبلتها بس كده في الشمس وحطيتها في قلب البلاص بتاعي في المش ما يجرلاش حاجه. انما لما بتحط الحاجه خضرة كده وفيها تحس فيها نسبه ميه، تحس ان هي ايه ما بتبقاش مظبوطه قوي. فيا اما بتسويها في شويه خض من بتاع الزبده، يعني بعد ما تطلعي القشطه اللي عندك كده تطلعي زبده بيبقى فيها خض. الخض دوت بتاخديه على البوتاجاز تغليه على نار هاديه وتحطي فيه الشطه بتاعتك لحد ما ايه تتهمك في قلب الخض. تمام تمام. وبعد كده بتضربيها فين بتسيبها تبرد بقى، بتطفي عليها وتسيبها تبرد وتضربيها ايه في الخلاط. وانا هوريلكم كل اللي انا عملته دوت عملي يعني قدامكم، ومش هخبي عنكم حاجه. والله اللي انا بعمله في يومي روتيني من ساعه ما ساعات بصور لكم الفيديو على كام يوم كمان. يعني ساعات ما بيبقاش الفيديو مره واحده كده ايه قطعيه واحده، لا ساعات ببقى اكون مصوره على يوم واثنين وثلاثه، لان في ساعات احيانا وصفات او حاجات انا بعملها روتينات بتبقى بتستحق ان هي ايه تتعمل على يومين. تمام تمام. عايزه بس اللي يوصل معايا لحد هنا يدعي لي دعوه حلوه كده من قلبكم بصلاح الحال، ويهدي لي ولادي ويبارك لي فيهم، اللهم امين يا رب العالمين، بحق الايام المفترجه اللي احنا فيها دي، ويفك كرب كل متضايق ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويرزقك يا احمد يا ابن عبير بالذريه الصالحه، اللهم امين عاجلا غير اجل، اللهم امين يا رب العالمين. تمام يا ولاد تمام. احنا هنا بقى كده قعدنا نحلب الجاموسه بكل بساطه وبكل اريحيه. تنظمي يومك كده وقبل الفطار تكوني مخلصه شغلك كله على الاقل خالص قبل الفطار بنص ساعه. يعني انا بجهز فطاري وبسيبه بقى ايه يستوى، وبخلي ولادي وهم فوق ياخدوا بالهم من الاكل. تمام. وبنزل بقى تحت اشوف شغلي، اكل الجاموسه الاول واسقيها وبعد كده احلبها، وبعد كده ايه اطلع بقى اشوفهم لو خلصوا تجهيز الفطار يبقى فضل ونعمه من ربنا عليا، وربنا يبارك لي فيهم ويهديهم. ما خلصوش ادين ايه بنساعد بعض كده، وكل واحد ايه شايف شغلانه يعملها. تمام. نروح بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. بحبكم في الله، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حبايب قلبي واخواتي اللي بحبهم في الله، اللي كانوا بيقولوا لي ايه عايزين نشوف الفراخ. بصوا حبايبي الفراخ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. لسه باكلهم علف ناعم، يعني انا جايباهم حوالي بقالي قد ايه، هم بقالهم يجي 3 اسابيع ولسه باكلهم علف ناعم اللي هو البادي اللي هو تركيز 23%. لسه ما غيرتش للنام، يعني انا فاضل معايا كده يعني لاخر الاسبوع ده ان شاء الله. وبعد كده بقى ايه اغير لهم للعلف النامي اللي هو تركيز 21% المحبب دوت. والميه هيت انا حاطه لهم في الميه يعني ايه بشره لهم توم في الميه وحاطه لهم ليمون، والعلف حط عليه بصل بودر وزي ما انتم شايفين كده حطه لهم اهوت. وقبل ما بغير لهم للنامي زي ما انا قلت لكم الفيديو اللي فات بجيب لهم اسمه ايه مضاد للسموم، بديهم 3 ايام مره واحده في اليوم قبل ما بغير العلف. تمام اهو بسم الله ما شاء الله. الفراخ ماشيه معايا الحمد لله بفضل ربنا عليا كويس. والفرشه تحتهم عامله ازاي، لسه مغيره لهم الفرشه من شويه ومظبطه لهم الحراره اهيت اللمبتين اهمت. بس برفعهم تدريجيا كده بالنهار، ما يكون الجو حر قوي برفعهم فوق زي ما انتم شايفين كده. لما الجو بيبرد واحس ان الجو برد بنزلهم بحطهم لهم شويه، لان هو ده مصدر الدفء بتاعهم. انا مش بولع لهم اللهم صل على النبي، مش حاطه لهم شعله ولا مولعه لهم بدفايه ولا اي حاجه. هو المصدر بتاع التدفئه بتاعهم هو لمبه الكهرباء اللي هي ال200 دي، وانا حاطه لهم 2.
اهو. ولسه ما غيرت لهمش اللي هو الايه المكان، ما وسعتوش، دي اخر توسيعه معاكم انا وسعتها. هما دلوقتي ما شاء الله لسه برضك يعني ايه تستحملهم كمان الاسبوع ده، وبعد كده ما اجي اغير لهم المره الجايه اقوم موسعه لهم شويه. اهو بسم الله ما شاء الله. كل اللي يدخل معايا الفيديو يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، ورمضان كريم علينا وعليكم اللهم امين يا رب العالمين، وعلى الامه الاسلاميه، وربنا يجعله رمضان الخير، وبحبكم في الله. بصوا يا حبايبي زي ما قلت لكم في اول الفيديو، الخض بتاع الزبده اللي انا يعني وانا بلف ايدي في القشطه كده عشان تطلع زبده بيبقى ليها خض، خدته واللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حطيت فيه الشطه دي وسبتهم بقى ايه يغلوا على النار كده غلوتين 3 لحد ما تحس ان الشطه اتهمكت معاك استوت. يعني اما تيجي مثلا لو ضربتها في الخلاط ما تلاقيش لها اي اثر، تلاقيها بس صفت اللون بتاعها معاكي كده والحراره بتاعتها بس. تمام. انا حطيتها وههدي عليهم البوتاجاز واغطيهم واسيبهم بقى ايه ياخدوا يدي كده مع بعض. وبعد كده هاخدهم واطلع على السطوح زي ما هتشوفوا كل حاجه دلوقتي، وهفضيهم في البلاص اللي انا عايزه انقل فيه الجبنه بتاعتي، لان الزلعه الصغيره دي مش واخده الجبنه، وانا لسه عايزه كمان اخزن فيها شويه قبل ما البرسيم يخلص، علشان خاطر طول ما البرسيم او الجاموسه بتاعتك عزكم الله يعني بتاكل برسيم وخضره بتبقى الجبنه بتاعتها والقشطه والزبده حلوين. تمام تمام. يلا بينا نكمل. يا صباح الفل والياسمين والعنبر على احلى اخوات في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياه، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. بصوا انا جيت للزرعه اهوت بتاعتي، وده الخض اللي انا ايه اللي انا عملته معاكم بالشطه، وحطيته على البوتاجاز غلي لما الشطه استوت، وبعد كده ايه ضربته في الخلاط. تمام. النهارده الفيديو بتاعنا والله الاجواء يا ولاد حواليا حلوه. هنزله دلوقتي فين، وحطيت عليه كيس ملح من اللي هو بجنيه ده، هنزله دلوقتي في الزلعه. زي ما انتم شايفين نزل كل حاجه، ما تخليش حاجه خالص. بصوا مخليناش فيها حاجه، مسحناها مسحه معتبره. ده بقى ولا سوسه ولا دوده ولا اي حاجه. عندك بقى سيحت سمنه وعندك حته مرته تقوم حطها فيها عليها وتقلبيه كده. بصوا انا هقلبه كده اهوت في بعض عشان ايه ياخد اللون. عايزه اقول لكم اللون بتاعه بقى تحفه. انتوا عارفين انا بفكر في ايه؟ بفكر ان انا ان شاء الله نعيش كام عمر اجيب الجبنه اللي في الزلعه دي، لان انا باجي ما بتاخدش كميه كبيره وباجي ازودها. المش بيطوف على الزلعه، فانا هجيبها واقوم مفضياها هنا اهوت، لان دي ما شاء الله كبيره عنها، واكمل عليها بقى لحد ما املاها واعينها بقى. ولو اتفضل عني مش ولا حاجه اسيبه هو في الزلعه الصغيره على قده. فكره حلوه صح؟ لا رمضان جايب معايا نتيجه وبيخلينا افكر. بصوا انا بلففها كده في الجدار كله، جدار الزرع كله، ومصلحه ليها كمان ان انا طلعتها هنا في الشمس. عشان ايه؟ الشمس بتشغل، بتخلي المش يدور في قلب الزرع. ماشي مشكلة ما عليه، انا اتغاضى عن الطرطشه اللي حصلت دي. بصوا بقى انا همسك الزرعه كده اهو وهدعك بوزها كده اهوت بالشطه، علشان ايه؟ مفيش اي حاجه تيجي ايه تدخل فيه.
والله يا ولاد ريحته جميله قوي. نرجعها تاني بقى زي ما كانت في الشموسة. الغطا بتاعنا الجميل اهو، نغطيها. فين الكيس؟ هو الكيس طار الكيس، نجيب لها واحد تاني كده يا حبايبي بقى نكون خلصناها. بس ان شاء الله باذن الله نعيش نكلم عمر. هسيبها بس اسبوع واحد بالمش كده والشطه تشتغل فيه وتدور المش في الشموسه الحلوه ديت. وبعد كده اجيب الجبنه اللي انا حدقتها في الزلعه الصغيره وافضها فيها، واحط المش بقى كله في الزلعه دي، ولو فاض عندي حاجه اقوم حطها في الزلعه الصغيره. كيس طار. بصوا بقى الاختراع اللي انا عملته ده، جبت حته من رجل بنطلون ورحت ملبساها في بوزها كده علشان مفيش اي حاجه تدخل فيها بقى، وتاخد وضعها وتشمس تشميسه مظبوطه. بصوا بقى شوفوا الجمال ده، بصوا بقى سبحان الخلاق. بصوا عندنا الاجواء عامله ازاي. النهارده اول يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. والقمح اهوت خلاص بدا بقى ان هو ايه، خلاص يعني السنابل بتاعته ما شاء الله اصفرت اهيت، يعني على اخر الشهر ده باذن واحد احد. بس بصوا كده، بصوا الجمال. يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خواطركم جبرا يتعجب له للسماوات والارض. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي بمناسبه رمضان، وربنا يعود علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. وان شاء الله باذن الله ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصروا النصر العزيز المقتدر في فلسطين وسوريا والسودان، عشان ما حدش ياخد على خاطره منه. وانصرهم النصر العزيز المقتدر ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. رمضان كريم يا ولاد. شايفين انا جبتكم بقى كده الصبح كده نطلع نعمل الزلعه بتاعتنا، علشان ايه، الشطه والخض اللي انا كنت عاملاه معاكم وغليته هنطلع بقى نحطه فيه. بس حبيت اصبح عليكم كده بالصباح الجميل ده. وشايفين ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، شايفين المنظر حاجه كده ترد الروح. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خواطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض، ويرضيكم ويرضى عنكم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا بعتذر جدا على عدم نزولي فيديو اول امبارح، بس انا عملت معاكم اول امبارح بس لايف يعني، وامبارح ما عرفتش انزل والله لظروف طارئه خارجه عن ارادتي. ايوه اقسم بالله النت يعني عملها معانا، فالله المستعان. بعتذر منكم جدا، وعايزه اقول لكم وحشتوني 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 اكتر مما تتخيلوا. فحبيت بقى ان انا ابدا معكم اليوم بالمنظر الروعه ده. كل سنه وانتم طيبين حبيباتي، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. حطيت لها الميه تشرب اهي لان هي كانت متعطشانه. على ما اجيب العلف واجي. لايكات بقى، حطوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وشيروا الفيديوهات مع كل اخواتكم واصحابكم، وسجلوا لي اشتراك من كل التليفونات الموجوده في البيت، اللي تعرفوهم واللي ما تعرفوهمش. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر خواطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. بحبكم في الله.